بصوا، بنتي طالبه مني او واكله دماغي بمعنى اصح عشان ارسم لها الشنطه بتاعتها دي اهي. فالمهم انا نزلت اخترنا رسمه سوا، يعني اللي هي البنوته الاموره دي. تمام. وجبت الرسمه ودحرتها، يعني مشيت على الخطوط بتاعتها كده من الظهر. هبدا بقى اطبعها، هنشوف بس ايه. انا عايزه اتجاهها يبقى كده عشان هنكتب كلمه الناحيه دي. تمام. فهحط الرسمة بالشكل ده كده. الفيديو ده مش مجهز له، هنشوف بس. انا عايزة الاول اخد الاوتلاين بتاع الرسمة. تمام. هحط بسن تاني، قلم تاني، عشان ده هيقطع الورقة. مش لازم قلم، انا ممكن استخدم اي اداة بس عشان اضغط على الحروف كده. طبعا انا برحب بيكم في قناتكم نقوش جريمة بقوش. انتم منوريني. لو اول مرة بقى تشوفوا القناة فيعني شجعونا كده وارفعوا الفيديو بلايك، كومنت، وان شاء الله الفيديوهات تكون مفيدة ليكم. انا هحاول بس اشوف الاوتلاين بينزل. ايوه بينزل اهو. ايه الهدف ان انا انزل الاوتلاين بس؟ دلوقتي الجلد ده محتاج طبقة اساس علشان الالوان تمسك فيه، فانا باخد الاوتلاين عشان أأسس المساحة اللي أنا هرسمها. باللون الأبيض الأول، وبعد كده هنحط عليها الألوان بتاعتنا. تمام كده. ناخد بقى الفرشة وهبدأ أملأ المساحة باللون الأبيض. ورجعنا تاني بعد ما الرسمة او التأسيس اللي احنا عملناه ناشف بالشكل ده. وانا كمان فضلت ان انا اعمل تأسيس برضو لشكل فراشة وقلبين كده عشان الناحية دي ما تبقاش فاضية. وكمان هنشوف، خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله، هنشوف هنعمل ايه في الجزئية دي وممكن دي كمان. تمام. طيب بعد ما أسسنا بقى هنجيب التصميم بتاعنا اهو، وهنحطه بقى كده عشان نظهره او نبدأ نطبعه بقى تاني. شوفوا كده، وهبدأ امشي عليه انزل التصميم تاني. في ناس هتقول ليه مش بنستخدم الكربون، وانا بصراحة ليا رأي في موضوع الكربون ده. او لو انتوا هتستخدموا نوع ورنيش، احيانا الورنيش بيكون فيه مادة زي التنر بيخلي الرسمة اللون بتاعها بتاع الكربون يظهر فوق الالوان تاني، ودي حاجة مش حلوة خالص. طبعا الناس اللي بترسم مجات اكيد واجهتها المشكلة دي، لان هم بيرسموا بالوان ازاز، والوان الازاز بيكون فيها التنر من المكونات بتاعتها. فطبعا لما بيعملوا بالكربون، الكربون بيظهر لو التحديد ما جاش عليه كويس. طبعا اول حاجة بنعملها لما بنيجي نرسم ان احنا بنحط اللون بتاع الوجه، بنملأ المنطقة اللي هي فيها لون الوجه
كده، ونسيبها تنشف. طبعا في الوجه احنا عارفين ان في الخدود هنا هتبقى نقطة بس كده حمراء، ونحاول نسيحها كده بس كده. هنسيبها تنشف، ناخد بقى نلون الشعر. لما الرسمة بتاعتنا تنشف، التأسيس اللون ده ينشف كله، هنبدأ بقى نبين المعالم بتاعتها. خلينا دلوقتي نعمل الأجزاء اللي هنا دي. طبعا الجزء ده أنا هرتجله كده معاكم، عايزين نشوف، وفي نفس الوقت أنا هأسسه قبل ما أشتغل عليه. تمام، فخلينا نعمل كده. معانا عملنا الجزء اللي فوق اهو. طبعا ده اساس زي ما قلنا، محدش يتخض من الشكل. انا هحط بس ابيض عشان النني.
طيب دي الشنطة بتاعتنا اهي بعد ما خلصنا الرسم بتاعها. زي ما انتوا شايفين الكلمة دي انا كتبتها كتابة كده بالفرشة. معلش ما صورتش لان انا مطلعه الكلمة من على الموبايل عشان اشوف الخط، لان انا برسم الخط، انا خطي وحش بس برسم الخط زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ دلوقتي بقى اعمل حماية للرسم اللي احنا عملناه ده اهو. هاخد كده حاول عشان نحافظ على الالوان بتاعتنا. شايفين الفرق بين الجزء اللي بيدهن بصوا الفرق بين الناحية دي ودي. بصوا اللون ده، بصوا بيظهر ازاي. الجزئية دي بصراحة انا كنت عاملة حسابي ان انا هحط فصوص في الاجزاء دي كده، فمش عارفة هحط فعلا فصوص ولا لا، بس حبيت اوريكم كمان الحماية بتاعة الشغل بتاعنا لما بنخلص. وشكلها اهو، طبعا هنسيبها تنشف. وزي ما انتوا شايفين اتغيرت خالص، الشنطة كانت سادة ويعتبر يعني شكلها ما كانش حلو فعلا. ودي الكلمة اللي استقرينا ان احنا نعملها. دي كده الشنطة بعد ما خلصت معانا. لو عندكم حاجة ملهاش شكل وعايزين تغيروا فيها فدي الطريقة. اتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. لأول مرة تشوفوا القناة بقى ما تنسوش يعني ارفعوا الفيديو كده بلايك بكومنت، ولو عندكم اي استفسار اسألوني وان شاء الله ارد عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة.